التحديث لسه نازل ومفيش توقعات كتير للتحديث، بس في تسريب انا شفته واحد بيقول لك هناخد فتحتين مجانيه على الباكج اللي هينزل ايبك. ازاي واللعبه ما قالتش اي حاجه عن الكلام ده؟ اتمنى ان الخبر يكون صحيح. وباكج ارسنال معانا باكج ارسنال، الباكج القديم اللي فيه بيركامب وفيه فيريرا. تمام قوي، دي الحمله العاديه، ودي تكمله الحمله اللي هي كانت شغاله اللي كان فيها الكوينات. تمام، هناخد هنا سكيلز وفتحتين على باكج ارسنال. فعلا التسريب طلع صحيح، وخدنا فتحتين على الباكج اللي نزل النهارده. وفي برضك النهارده نزل اعاده التدريب مجانا لمده 15 يوم 13 يوم، فالحقوها استغلوها على اي لاعب عندكم. وهنا باكج نجوم الاسبوع في هالاند، وفي حبه لعيبه ملهاش اي لازمه. يعني الباكج مش قوي، ونسخه هالاند دي مش اقوى حاجه، هي قويه، كل نسخ هالاند قويه، بس بتختلف في النسخه في نسخ تانية نزلت قبل كده اقوى منها. نروح ناخد الفتحتين المجانيتين. هات كده الفتحتين دمت، اتمنى يجي لحد. الباكج دي كان فاكر قبل كده كان في لاعب، كان في روبن دياش. النسخه اللي بتاعته دي جباره، انا نفسي تجيلي، هي لايت. نلعب كده ضربه جزاء في النص صدها. في اضافه نزلت النهارده جديده، الاضافه ديت لو انت عملتها له، الاضافه ديت اللي هي في السيتنج، ورحنا كده على التشكيله بتاع الفريق بتاعنا، ورحنا على الاحتياطي، اللعيبه اللي بره، انت شايف بقى رجعت زي القديمه. لو انت بقى عايز تعدلها تروح على نفس الكلام، تروح على كستر وهتروح على جيم سيتنج بلاي سيتنج، تنزل تحت خالص هتلاقيها تعمل لها هاي لو انت مش عاجبك الشكل الجديد. نروح بقى على باكج ارسنال كده. الباكج قدامك اهو، في فيريرا، في بيركام، في روبن دياش، اللعيبه كلها جامده. فانا اتمنى يجي لي اي حد، لو جه لي هايلايت حتى غير اللي انا عايزه تمام، اي حد. لف كده 5 نجوم. طب اطلع فوق شويه، لا مفيش، هي كونامي كده. افتح كمان فتحه مش هيجيلي حاجه، خلاص كده انا متاكد ان هو مش هيجيلي اي حاجه. وشكرا يا كونامي، فتحتين مالهمش اي لازمه في الحياه. انت حظك بقى يا ناس، والله افتح حالا فيس او افتح اي يوتيوب اي حاجه، هلاقي واحد بيقول لي ايه، جالي فريرا من فتحه مجانيه، جالي بيركم وفريرا الاثنين فتحتين مجانيتين. تمام، ما علينا بقى. هنا الباكج لسه نازل. الباكج فيه روديجير، فيه شيزني، وفي قال لي لاعب محدش هيبص له، ادامه تراوري. محدش هيبص له غيري، ادامه تراوري، انا عايز اجربه. حاليا وقفت الفيديو، رحت على التطبيق اشوف طاقات اللعيبه، ما لقيتش اللعيبه لسه نزلت في التطبيق. فانا اقول لكم بقى ايه اللعيبه حاليا من غير تطوير، واللعيبه بتطويرات شفتها. مش كل اللعيبه شفتها بالتطويرات، بس طبعا انت مش هتبص اللعيبه اللي تحت خالص، فانا شفت اللعيبه اللي فوق بس بالتطويرات بتاعها والطاقات. فانت اللي هتبص لهم روديجير وتشيزني واللاعب التاني اللي معاه. وهنا التصوير وقف وانا اشتريت اللعيبه، واقول لكم على كل حاجه. اولا روديجير مدافعين دستروير، فانت مش هينفع ما تجيبهوش، واحد من افضل مدافعين دستروير، حتى لو هو مش افضلهم بس لازم تجيبه. ليه؟ عشان هو دستروير، وفي عجز كبير في مدافعين الدستروير المجانيين. اخر واحد نزل دستروير مجاني كان خيمينيز 99 باستقاط روديجير انا شايف ان هو بيبقى احسن منه بكتير. وفي اللاعب ده حرفيا اللاعب ده جبار، اللاعب ده لازم تجيبه. انا لو كان معايا كمان عادة 5 نجوم كنت هجيب اللاعب ده اللي هو اللاعب التالت. حرفيا ار دبليو اف ال دبليو اف بيلعب كل المراكز، وطاقات جباره، فينش، سرعه، وفي كل حاجه. وفي بقى نخش على ادامه تراوري اللي انا اجيبه ولازم اجربه عشان اوريك ايه الميزه بتاعه. هتقول لي انت اتكلمت كده على اهم اللعيبه وسبت تشيزني من غير كلام ما تجيبهوش. انا بنصحك نصيحه من غير كلام، ما تجيبهوش، روح هات لك حاسب بالجي بي وريح دماغك وما تضيعش عليه عادي ترشيح 5 نجوم. انا جبت روديجير وادامه. روديجير كان دي تطوير الاوتو 95، بيوصل مع تشابي الونسو 99. بمناسبة بقى تشابي الونسو، استنى فيديو جاي هغطي فيه اكتر من 60 لاعب بيزيدوا مع تشابي الونسو في الطاقات. تمام بقى كده، خلينا بقى في موضوع الفيديو كده. روديجير 99، شوف طاقاته، دستروي طبعا لازم تجيبه من غير كلام. لو شفنا طاقات دفاعيه مش اقوى الطاقات، عندك 91 95، عندك الاجريشن 99، بس الطاقات التانية متكامله، عنده الجامب 92 وعنده الستامينا، فانت فاهم الطاقات التانية متكامله. يروح بقى على دايما تراوري، مرهق الخصوم، مرهق الدفاعات، اي حاجه تقولها عليه هتمشي على ادامه تراوري. انا محتاج ادامه تراوري اللي هلعب بيه في الديفيجن، لازم ادامه تراوري يجي في التشكيله. هو 4 نجوم، فعادي ترشيح 4 نجوم بالسهل تجيبه، انت جيبه كمان من ماتش باص المجاني. نديله كده تطويره الاوتو، وتعالى بقى اوريك الطاقات بالبوست من جوه التشكيله. هكا ادامي ميسي، مين طلع كده ميسي وخش على طاقات ادامي ار دبليو اف هنا فاسه. بص على طاقات ادامي، فكك من اسلوب، فكك من كل حاجه، عنده دريبل 94. تمام كده، انزل تحت، انت مالناش دعوه بكل ده. عنده اللو باص في الباص، لو انت من المحنكين بتاع العرضيات مش هينفع معاك. بص معايا على الحلاوه، سبيد 99، اكسلريشن 100. بص معايا على الحلاوه، بص دي نفاسه طياره، يلعب معاك في الملعب، وعنده دريبل كمان. اهم حاجه المهارات، لو ما عندوش مهارات حط له المهارات اللي انت عايزها. في النهايه حابب اقول لك ان الباكج ده مش اقوى باكج نزل في عقود الترشيح،
الوحيد بس اللي مفرحني اللي هو أداما تراوري كان نازل 4 نجوم كمان. ودي كان رأيي في كل اللعيبة اللي أنا اتكلمت عليهم في الفيديو. بس دي كان فيديو، متنساش تعمل لايك وشير الفيديو، حشرك في القناة وفعل زر الجرس. اشوفكم الفيديو الجاي بصحة وسلامة. سلام.